السلام عليكم. ان شاء الله قريبا يمكن اول الشهر المحافظه هتفتح تخصيص اراضي جديده بالجنيه المصري، لكن عن طريق المزاد مش بالامر المباشر. ومفيش متخللات للاسف، هي اقل مساحه 200 فدان فما فوق طبعا، يعني 200 300 500 الف مفيش مشكله، لكن مفيش متخللات مش متاحه في المزاد بالجنيه المصري. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مبادرة الدولار اتقفلت، لكن كان متاح فيها كل المتخللات واي مساحة ممكنة، لكن وكانت بالامر المباشر مش بالمزاد. التقديم على الاراضي بالمزاد ده انه حضرتك الاول بتعمل زي كروج استرشادي وبعدين تقدم عليه، او بتنتظر القطعة تنزل في المزاد وتقدم عليها، تدخل عليها المزاد يعني. ولو رسي عليك المزاد ايا كان بقى الايجار بالمصري في حدود من 3500 الى 4000 جنيه الفدان. التوريد بيتحسب ازاي؟ التوريد بيتحسب 20% من ايجار 3 سنوات، او للتسهيل يعني 60% من الايجار زائد التبرعات ورسوم رسوم الرفع المساحي او رسوم الكروك يعني. انا ما عنديش معلومه اكيده التبرعات او رسوم الرفع المساحي كام بالجنيه المصري، لكن الاكيد هو انه الايجار من 3500 الى 4000 جنيه، والتوريد حوالي 60%، يعني حوالي 2200 2400 جنيه على الفدان. لكن الاراضي المتاحه يعني العيب في القصه بس وانه مفيش بالامر المباشر، كلها مزادات وكلها مساحات كبيره من اول 200 فدان فما فوق. انا بس عرفت النهارده كده المعلومه، فقلت ابلغ حضراتكم عشان لو حد ناوي ان شاء الله يعني يجهز للقصه، وربنا يسهل الامور، يمكن اول الشهر ولا حاجه يبداوا يطرحوا الاراضي دي بالمزاد ان شاء الله، ويعلنوا عن ميعاد المزاد.